السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنشوف ونعرف مع بعض طريقة عمل السمك البلطي المقلي بإذن الله بأحلى طريقة وتتبيلة وسر التتبيلة الجميلة. بطريقة مملكة هيام إن شاء الله، وأحلى رز صيادية وأحلى سلطة مع بعض. يلا بينا بس نقول بسم الله وصلاة على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين إيدينا، ونبدأ من اليمين عشان ربنا يجعلنا دايما من أهل اليمين. معايا طبعا ده كده سمك بولتي طبعا غسلاه ومنضفاه كويس جدا زي ما انتم شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله كده، قلبه أبيض زي الفل. ومعايا الرز طبعا عشان نعمل أحلى رز صيادية بإذن الله. وهنا البصل ده طبعا اللي كنا مفرزينه قبل كده مع بعض. شايفين بقى جماله واللون بتاعه محتفظ بلونه ازاي، اكنه فريش بالظبط. طبعا البصل ده عشان نعمل احلى رز صياديه كده بالبصل. وطبعا معايا طبق خضار مشكل كده، طماطم وخيار وكابوتشا وفلفل وشطه وبقدونس وليمون وكده عشان نعمل احلى طبق سلطه كده ايه جنب الاكله الجميله دي. ومعايا البهارات دي طبعا بتاعه الرز، عباره عن ملح وفلفل وكمون، واحده مرقه دجاج، ومعلقه من الشوربه البيضاء دي للرز. ومعايا طبعا معلقتين من هريسة الشطة عشان نعمل بيها التتبيلة ان شاء الله بتاعة السمك. ومعايا هنا خضرة شبت وبقدونس وكزبرة وشطة وفلفل مقطعهم كده عشان نضربهم طبعا مع الخلطة اللي هنجهزها للسمك. ومعانا هنا بهارات السمك عبارة عن ملح وفلفل وكمون، واحدة من مرقة دجاج، ومعلقة من الشطة الحمراء، ومعلقة من الكركم. الكركم طبعا بيديني كده لون ذهبي حلو جميل للسمك. والشطة اختياري يا جماعة مش إجباري، لو مش حابين الحاجة حامية بلاش. ومعايا هنا معلقتين توم مفروم من التوم برضو اللي كنا مفرزينه مع بعض، شايفين ما شاء الله محتفظ بلونه ازاي. ومعايا ليمونية كده عشان نبقى نحطها برضو كده على الخلطة. ودي طبعا دوت كان فايض مني من مرة قبل كده، يعني حط عليه طبعا الملح والبهارات بتاعته والكركم وكل حاجة، فهستخدمه النهاردة هيكفيني يعني اعمل بيه الوجبة بتاعت النهاردة. ومعايا معلقتين من السمنة كده عشان نعمل بيهم الرز، ومع الزيت والخل طبعا عشان نضيفه على الخلطة بتاعة السمك والسلطة. وطبعا اسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، وماشيين ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله. ودوار الشمس الجميلة اللي دايما تفتح النفس كده على التصوير. ودي كانت مكونات وصفتنا النهاردة، وصفة السمك البلطي المقلي الجميل ورز صيادية والسلطة. اللي بقى وصل معايا لحد هنا وبيحب الاكله الجميله دي، اكله السمك البلطي، ينزل تحت في الكومنتات يقول لي هيام سمك بلطي، ويقول لي ان احنا كمان يا هيام بنحب الاكله دي زيك. تمام، يلا بينا ندخل اعمل مع بعض على طول. معايا هنا طبعا طاسه فيها زيت كده مجهزاه عشان نقلي فيها السمك، وحله على النار عشان نعمل فيها الرز الصياديه. يلا بينا دلوقتي نبدأ مع بعض. الأول نبدأ بخلطة السمك. هنجهز الأول، جبت الكبة الصغيرة الشقية الجميلة بتاعتي دي، ونبتدي إن احنا نفرم الأول المكونات بتاعتنا عشان نجهز أحلى خلطة، أحلى خلطة للسمك يعني نتبل بيها السمك. نزلت طبعا بقدونس والفلفل اللي احنا مقطعينهم مع بعض، وبعد كده هنزل بالبهارات واحدة واحدة كده بالراحة عشان طبعا مفيش أي حاجة تقع مني، لان زي ما قلت لكم الكبه صغنونه مش كبيره، فطبعا ادعوا لي كده ربنا يقدرني ويكرمني واجيب كبه كبيره باذن الله. مع اني والله الكبه الصغيره دي ما شاء الله ما شاء الله عليها تحفه جدا، ربنا يا رب يحفظها كده بتسعفني على طول والله. هنا بقى كنت ضفت معلقتين من الثوم المفروم، وهنزل بمعلقتين من هريسه الشطه طبعا. هريسه الشطه دي جميله جدا يا جماعه، اللي مش مفرز هريسه شطه تقدروا تجيبوا وتفرزوا. انا عملتها بجد والله العظيم يعني، بتنفعني في كذا اكله يعني، في السمك، في المحشي، في اي حاجه بتبقى حلوه، وفي البتنجان المخلل بتبقى جميله يعني. هي بصراحه ناقص معلقتين في المنظم بتاع الهريسه الشطه اللي فاضل معايا، وهتخلص ان شاء الله باذن الله. نجيب مع بعض ونعمل فيديو بقى واحنا بنفرز باذن الله الهريسه دي، وتشوفوا الطريقه باذن الله عشان لو حابين برضو تفرزوا كده. هنا بقى كنت ضفت معاكم زي ما انتم شايفين الليمونة طبعا، يعني عصرة ليمونة كده وشوية من الخل. وهبتدي بقى ان احنا نفرم بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه كده لحد ما يتفرم معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، فرم ناعم اهو. بجد بجد اعتمدوا الخلطة دي عن طريقة مملكة هيام بإذن الله، عن تجربة تعجبكم، وإن شاء الله تجربوها وتدعولي. كانت مشطشطة وجميلة جدا للي بيحبوا الحامي. لو مش حابين حامي ممكن تلغوا هريسة الشطة وتلغوا الشطة خالص. تمام، بس والله صدقوني المعلقتين الهريسة والشطة بيدوا طعم حلو جدا. وهنا في الوقت ده كنت خلاص تبلت بقى السمك بتاعي بالشكل دوت.
شايفين بقى بسم الله ما شاء الله شكله وقوامه. يلا بينا بقى دلوقتي في الوقت ده نعلق الاول كده حلة على النار. معايا طبعا كده معلقتين من السمنة، ونزلت بشوية من الزيت. لو حابين تعملوا الرز بزيت بس عادي، بسمنة وزيت عادي، اللي انتوا بتحبوه استخدموه. انا بحب اطبخ دايما طبيخي بالزيت والسمنة. تمام. بعد كده هبتدي انزل بالبصل طبعا اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقلب بقى كده البصل لحد ما يتشوح معايا ويديني اللون. انا عايزه اللون بقى بتاع الرز الصياديه ده، البصله تحمر قوي، مش لون ذهبي بقى زي ما احنا بنعمل الطبيخ عادي، لا انا عايزه المره دي البصل يحمر قوي عشان يدينا لون الرز البني اللي احنا متعودين عليه كلنا. وهنا في الوقت ده حطيت الطاسه بقى على النار كده، وعلقت عليها الولع يعني عشان الزيت يسخن. ويلا بينا في الوقت ده جبت بقى طبعا ادي الدقيق، حطيته طبعا في سرفيس كبير شويه عشان اعرف ان انا ابدر كده السمك بالدقيق. الدقيق ده طبعا لونه مدي كده على مصفر شويه، عشان انا حطاله كركم وحطاله نشا وملح وفلفل وكمون وبهارات يعني، عشان خاطر ايه. ممكن تحطوا برضو لو في بهارات سمك بتحطوا، تدي طعم وريحة حلوة اوي للسمك. والكركم بيساعد على ان السمكة تبقى لونها ذهبي وجميل. تمام. بدرت بقى السمكة بالشكل ده، وهبتدي بقى بعد ما الزيت سخن معايا بالشكل ده، لازم يكون الزيت كتير يعني زي ما انتم شايفين زيت غزير ويكون سخن. هنزل بالسمكية كده وهسيبها بقى على نار كده وسط تنقلي براحتها. ويلا بينا في الوقت ده ادي البصل معايا اتحمر، شايفين بقى خد لون احمر، ده اللون المطلوب عشان الرز يطلع معانا مفلفل ولونه بني زي بتاع المطاعم بالظبط. في الوقت ده كنت غسلت الرز كده زي ما انتم شايفينه، صفيته وهبتدي انزل بيه على البصله بعد ما اتحمرت بالشكل ده. وهنشوح بقى البصل مع الرز كده لحد ما تاخد كده تشويحتين حلوين، وبعد كده ننزل بالبهارات. هنا في الوقت ده هننزل بالبهارات، معايا ملح وفلفل وكمون، واحده مرقه دجاج، ومعلقه من الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه على فكره بتدي ريحه وطعم حلو قوي للرز، بالذات رز الصياديه. تمام. ولو عندك برضو بهارات من السمك ممكن تضيفي حبه منهم على الرز، بيدي ريحه وطعم حلو قوي، اكن يعني ايه واخد من طعم السمك يعني. تمام. سبت بقى كده الرز يتشوح، وهنا في الوقت ده كانت السمكيه خدت لون من تحت، ابتديت ان انا اقلبها على اليمه التانية. هنا بقى شايفين ما شاء الله خدت لون مقرمش كده ومحمر كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هسيبها بقى تاخد لون كمان من تحت. ويلا بينا في الوقت ده الرز كان خلاص اتشوح معايا شوية، يعني شوحته تشويحتين كده. هبتدي انزل طبعا بالمية السخنة، لو عندك شوربة عادي ممكن تضيفي شوربة، انا ما عنديش فغليت مية في الكتل ونزلت بالمية المغلية. يفضل يا جماعة مية مغلية عشان الرز ما يبشنش منك ويعجن، لازم تكون مية سخنة عشان الرز يتساعد معاكي، يساعد على انه على طول يغلي ويتشرب بسرعة. شايفين زي ما انتم شايفين كده، ده كده المقدار الصح للرز. هسيبه بقى كده يتشرب وهدي عليه، ولما يستوي هنرجع مع بعض بالشكل النهائي للرز يعني بعد ما نخلص. يلا في الوقت ده عقبال ما الرز يستوي والسمك كمان بينقلي، يلا بينا نعمل احلى طبق سلطة مع بعض. واحنا واقفين بقى طبعا كده بنعمل السلطة، ما تنسوش دعوة حلوة من قلبكم لاخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا عزيزا ويعوضهم عوض جميل عن كل حاجة شافوها في حياتهم، ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم اللهم امين. ويعوضنا احنا كمان عن كل حاجة يا رب بنشوفها في الدنيا، ويخرجنا من الدنيا دي على خير، ويرحم موتانا يا رب اللهم امين، ويشفي مرضانا اللهم امين يا رب العالمين جميعا. والف الف مليون مبروك لكل طلاب الاعداديه. طبعا الشهاده الاعداديه بانت النهارده، طبعا انا بسجل لكم النهارده يوم السبت، الفيديو ده ينزل لكم بكره اللي هو يوم الاحد. فالف الف مليون مبروك لكل طلاب الشهاده الاعداديه، ومن ضمنهم ابني محمد طبعا، وكل اصحابه وكل حبايبنا وولادكم وولادنا كلهم. الف الف مليون مبروك، ويا رب عقبال الشهاده الكبيره كده وعقبال الثانويه يا رب العامه كده، وعقبالك يا حبيبه بنتي ان شاء الله السنه الجايه ثانويه عامه بقى. فادعوا لها كده يا جماعه، ربنا يوفقها هي واللي زيها يا رب، ونفرح بيهم كده واشوفهم كده اعلى المراتب هم واللي زيهم هم واولادكم يا رب واولادنا جميعا، ويفرح قلوبنا بيهم يا رب. ودعوة حلوة من قلبكم بقى كده لأمي، ربنا يا رب كده يشفيها ويعافيها ويديها الصحة والعافية وطولة العمر يا رب، ويخليها لينا كده هي البركة، وهي يعني هي الخير والبركة. احنا ماشيين بدعوة أبويا الله يرحمه وأمي ربنا يديها الصحة. فربنا يخلي كل الأمهات ويرحم الأمهات المتوفية، ويخلي كل الأبهات اللي عايشة، ويرحم طبعا جميع الأبهات اللي توفت، من ضمنهم أبويا وابني شريف وسامة بنت أخويا، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. فضلا وليس أمرا الدعاء ليهم وقراية الفاتحة كده، جزاكم الله كل خير. آه
يعني بجد والله الواحد يعني في الدنيا ديّة إحنا ماشيين كده بالبركة زي ما بيقولوا، ودايمًا كده ربنا يجعل دعوة أبويا كده وأمي يا رب تعود لي، أنا وأنتم وكل الناس، إحنا طبعًا ماشيين بدعوة أهالينا يا جماعة ودعوة يعني ماشيين ببركة ربنا أهم حاجة ودعوة أهالينا الحمد لله، ربنا يا رب يجعلهم راضيين عننا دايمًا، وما يوجعش قلوبكم على أي عزيز وغالي أبدًا يا رب، تمام؟ هنا زي ما انتم شايفين بقى انا قطعت هنا طماطم وخيار وفلفل وخضرة زي ما انتم شايفين كده، وهجيب كمان كابوتشا كده نقطع بقى طبعا كابوتشا، لو عندك كابوتشا من اللي هي الخضرة اللي عاملة زي الكرنب دي ممكن تحطي بتبقى جميلة قوي. بس انا ما كانش عندي غير الكابوتشا اللي هي البنفسجي دي، كانت خلاص يعتبر اخر حتة فاضلة دي، هاخد حتة كده احطها، هي بتبقى كبيرة اصلا باخد منها باحط منها باخد حتة صغيرة زي ما انتم شايفين كده، بترمي معايا بصراحة بتعمل كمية كبيرة. هقطعها مكعبات صغيرة برضو كده زي الخيار والطماطم، ونعمل أحلى طبق سلطة لأن طبعا عارفين السمك والرز الصيادية بيحبوا السلطة. اللي وصل معايا بقى لحد هنا يقول هيام سلطة، قولوا هيام سلطة عشان أعرف انتوا وصلتوا معايا لحد هنا، أحلى اخوات في الدنيا كلها، ربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي يا رب. حابة أشكر كل اخواتي وحبايبي اللي معايا من زمان ودايما في جنبي واقفين في ظهري وبيشجعوني، وأشكر كل اخواتي وحبايبي اللي لسه جداد ولسه داخلين معايا في جداد في القناة، طبعا وجودكم شرف على راسي. ربنا يا رب كده يكرمنا جميعا وينجحنا جميعا كده في شغلنا وفي قنواتنا، ونشوف قنواتنا دي قناة ناجحة بإذن الله يا رب، احنا وانتوا كل الناس يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا في الوقت ده زي ما انتم شايفين بقى هكمل بقية كمية السلطة مع نفسي كده وارجع لكم عشان وقت الفيديو ما يطولش علينا، انتظروني. وكده حبايب قلبي كنا خلاص رجعنا بقى بالشكل النهائي للغدا بتاعنا او العشاء بتاعنا زي ما تسموه، احنا كده كده بنتعشى متاخر فبيبقى غشا ايه، بيبقى غدا وعشاء يعني فاهمني، عشان انا بصحى متاخر اصلا وفطاري متاخر فتحس ان الدنيا معايا ملخبطه شويه. بس يلا الحمد لله، الصيف اصلا يعني ملخبط الواحد كده في النوم، والحر بالذات في النور لما بيقطع كمان بيزهقنا. الحمد لله على كل حال، وربنا ما يضيعش تعبنا ولا وقفتنا في الحر يا رب، ويجازينا خير ويكرمنا كده في شغلنا وفي حياتنا وفي أولادنا، ويخلينا جوازتنا كلنا ويرزقهم برزقنا كده، اللهم امين يا رب العالمين. في الوقت ده كنت عصرت عصير جوافة زي ما انتم شايفين كده عشان الجو كان حر عايزين حاجة ترطب على قلبنا، وقدمته في الكاسات بالشكل ده. وده كان الشكل النهائي بقى للغدا بتاعنا او العشاء زي ما قلت لكم النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. احلى سمك مقلي جميل كده زي ما انتم شايفين، واحلى رز صياديه، واحلى شويه سلطه حلوين يستاهلوا بقكم بجد بجد والله. كانت اكله جامده 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 يعني جامده جموده. اللي وصل معايا لحد هنا يقول هيام سمك بلطي مقلي ورز صياديه وسلطه وجوافه اي حاجه، المهم تقولوا اي حاجه، واسم الله حبيب قلبي ودوار الشمس الجميله. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.